ايه عشان تنقذ ابنك من الخطف؟ عشان ننقذ ابنائنا من الخطف محتاجين ان احنا نعلمهم حاجتين مهمين جدا، ازاي يحموا نفسهم من الخطف ويعملوا ايه لو بالفعل اتخطفوا. اولا بالنسبه لحضرتك لازم تكون عارف كويس جدا جدول ابنك في كل وقت بيخرج فيه من البيت، والمفروض انه يرجع امتى بالظبط عشان تقدر تحدد الوقت اللي امتى تقلق فيه وتبدا انك تتحرك. من المهم جدا انك تعلم ابنك ان مش دايما بيكونوا الخاطفين ناس غريبه، بس اوقات كتير جدا بيكونوا من الاقارب، فلازم تعلمه انه ما ينفعش يروح مع اي حد مهما كان مين لاي مكان من غير ما يقولك، ولازم تعرفه انه ما ينفعش يقف يتكلم مع اي شخص مش عارفه، ولا انه يتجاوب مع اي شخص بيقول له اي حاجه مهما كانت الحاجه دي ايه، حتى لو قالوا له ان باباك او مامتك تعبانين او هما اللي بعتوني عشان اخدك، او حد يوقفه يساله على الطريق ويقول له تعالى معايا وريني المكان. علمه كل الحيل اللي ممكن يستخدمها الخاطف عشان يكون جاهز لمواجهته وقت اللزوم. خلي دايما طفلك يكون معاه صفارة يقدر يستخدمها لو أي حد قرب منه بشكل غير مريح، ولو مش معاه صفارة اطلب منه إنه ما يخافش ويصرخ بصوت عالي ويقول كلمات واضحة للكل زي ساعدوني أو الحقوني أو حد عايز يخطفني، أي كلمة واضحة وتبين للي حواليه إن في حاجة غلط بتحصل. ما تسيبش ابنك في العربية لوحده أو إنه يمشي في مكان ما يعرفوش وهو لوحده، ولما تكونوا ماشيين في أي مكان ركز جدا في إنك ما تسيبش إيده، ولو حد وقفك عشان يسألك على مكان معين وإنت بتشرح له الطريق خلي ابنك يكون قدامك، لأن دي ممكن تكون طريقه لتشتيتك، ولو انت سبته وراك ممكن بسهوله يتاخد منك وانت مش واخد بالك، فلازم تخليك مركز انه يكون قدامك. من اهم خطوات حمايه ابنك انك تخليه يحفظ كويس جدا رقم تليفونك وعنوان البيت ورقم الطوارئ، والحاجات دي لازم نعلمها كويس جدا لاطفالنا من سن 4 سنين. ولازم تعلم ابنك انه لو تاه في اي مكان مول او شارع وملقاش بابا او ماما انه ما يعرفش اي حد انه تايه، وانه يروح بس لضابط المرور لو كان في الشارع، ولو ما كانش في ضابط مرور يبقى الراجل وست ومعاهم اطفالهم، ولو هو في مول يكلم السكيورتي او الكاشير ويطلب منهم بس انهم يكلموا الرقم اللي هو حافظه، وما يتحركش من المكان اللي تاه فيه مهما حصل. يعني لازم يفهم انه ما ينفعش يروح مع اي شخص في اي مكان وهو واقف مكانه يكلم باباه ومامته ويفضل واقف لحد ما بابا وماما يوصلوا. حاول يكون دايما معاك صورة جديدة لطفلك لان ده هيساعد جدا الشرطة لو لا قدر الله اتخطف. طب الطفل المفروض يعمل ايه لو حد بيحاول يخطفه؟ لما الخاطف يهاجم الطفل خليه فورا ينزل على رجله ويمسك فيها بايديه كويس جدا، وبرجله يمسك رجليه التانية بشكل قوي على قد ما يقدر، ده هيمنع الخاطف من انه يعرف يتحرك. وبعدين لما يصرخ بصوت عالي وهو في الوضعية دي ده هيلفت نظر الناس ليه جدا، ولازم زي ما قلنا يصرخ بكلام مفهوم، كلام واضح ان حد بيحاول يخطفه. ولو الخاطف ماسك ايديه يحاول بايده التانية انه يفضل يضرب ايد الخاطف اللي ماسكه بيها ويشد ايده بشكل قوي. في الوقت ده الخاطف هيوطي عشان يعرف يمسك ايد الطفل كويس. دلوقتي الطفل يبدا يعض بشكل جامد ويشد في شعره ويضربه في اعلى جزء في رجله ويقدر يوصل له، وممكن كمان من عند ركبته من ورا، ولو قدر انه يوصل لمناخيره يضربه فيها، ولو شايل شنطه يمسكها ويضربه في وشه بيها، ولو مش معاه يحاول يمسك اي حاجه موجوده قدامه ويرميها بيه في وشه، حتى لو حجاره او طوبه او ازازه ميه، اي حاجه ايده تقدر تطولها. لو حاول يحطوه في عربيه يبقى يتمسك بالازاز بشكل قوي جدا ويحاول يلفت النظر باي طريقه. حاول وانت في البيت انك تعلمه الطريقه بشكل عملي معاه، وقول له اتعامل دلوقتي على انه وضع خطر وحقيقي ووريني هتعمل ايه. كل ما هتعلمه يتصرف كل ما هيكون جاهز اكتر لمواجهه الخطر. وفي الاخر في رعايه الله وحفظه، وربنا يعافيكم جميعا.